قبل ما الجزائر حتى تلعب اول ماتش ديالها في المونديال ضد الارجنتين، السوشيال ميديا شعلات، ماشي بسبب التشكيله، ماشي بسبب الخطه، وماشي بسبب ميسي فقط، ولكن بسبب الجمهور. فيديوهات ديال جماهير جزائريه في كانساس كتضمن اعلام، هتافات، تجمعات، سيارات، ولقطات كتبين تدخل الشرطه باش تنظم الوضع، وحتى شي لقطات تداولوها الناس فيها تشنج ومناوشات بين بعض الجماهير قبل الماتش. وهنا السؤال اللي خاصنا نطرحوه بهدوء: واش هادشي حماس جميل كيعاون المنتخب، ولا ضغط زائد وبالباله كتقدر تخرج اللاعبين من التركيز قبل مواجهه بطل العالم؟ اولا خاصنا نكونوا واضحين، الجمهور الجزائري معروف بالحماس ديالو، ومعروف انه كيعيش الكره بالعاطفه، وهذا ماشي عيب، بالعكس الحماس زوين والاعلام زوينه. 1 2 3 فيفا الجيري كتخلق جو عالمي. حتى الاعلام الامريكي لاحظ هذا الشيء. فلورنس وكانساس كان استقبال قوي للمنتخب الجزائري، والجماهير خرجت بالالاف باش تستقبل اللاعبين. حتى المدرب بيتكوفيتش شكر الجاليه الجزائريه والناس المحليين على الدعم. رويترز قالت باللي الجزائر لقات استقبال حماسي وغير متوقع في كانساس، والمدرب طلب من اللاعبين يستافدوا من هذه الطاقه ويركزوا على الماتش. ولكن المشكل كيبدا ملي الحماس كيخرج من المدرجات وكيولي ضغط، تدافع ولقطات كتدور في السوشيال ميديا قبل ما حتى الماتش يبدا. كاين تقارير محليه قالت باللي حوالي 2000 مشجع تجمعوا باش يستقبلوا حافله المنتخب الجزائري بالحناجر، طبول والاعلام، وحتى الحافله دخلت مع مرافقه ديال دراجات الشرطه. هادشي طبيعي في تنظيم حدث كبير، ولكن كيبين لنا شحال الضغط كان طالع قبل الماتش. وزيد عليها في المطار كاينين جماهير كانوا باغيين يقربوا ويشوفوا اللاعبين، وبعضهم الشرطه رجعتهم للور باش تنظم الوضع. يعني ماشي اعتقالات ولا شي حاجه مؤكده كبيره، ولكن واضح باللي الاجواء كانت سخونه. ودابا خلينا نقارنوها مع المنتخب المغربي. المغرب لعب ضد البرازيل، ضد منتخب عنده 5 كؤوس تاع العالم، ضد فينيسيوس، ضد التاريخ كامل ديال الكره. والجمهور المغربي كان حاضر بقوه، نعم، غنى، شجع، دار اجواء كبيره، ولكن الاهم طاقه دخلت للتيران. ما بقيناش غير كنسمعوا شجعونا، شفناها في الاداء. المغرب دخل الماتش بهدوء وشخصيه، سيباري سجل في الدقيقه 21، والبرازيليه اللي ولات تجري ورا الكره، وفينيسيوس رجع التعادل في الدقيقه 32. ولكن المغرب ما طاحش نفسيا. اجواء خارج ميت لايف كانت عالميه، مغاربه وبرازيليين، اعلام، غناء، شغف، وتقارير كتقول بلي الجماهير من جوج جهات اختلطت في جو احتفالي وسلمي قبل الماتش. وهنا الفرق الكبير، الجمهور المغربي دار الاجواء، ولكن المنتخب المغربي ترجمها فوق التيران. ماشي بالباله، ماشي ضغط زايد، ماشي خاصنا نربحوا بالكلام قبل الماتش، لا، المغرب هضر بالكره. حتى تونس رغم الخساره الثقيله ديالها ضد السويد ب5-1 ما شفناش انها دخلت المونديال بالبلباله قبل الماتش. خسروا نعم، ولكن كان التركيز على التيران، على الاخطاء، وعلى شنو خاص يتصلح. يعني المنتخبات العربيه سواء تعادلات او لا خسرات دخلت تقريبا كلها بصوره واضحه. الماتش كيتلعب في التيران ماشي في الشوارع. وهنا كنرجعوا للجزائر. الجزائر عندها ماتش من اصعب ما يكون، الارجنتين اللي هي بطل العالم، وميسي، ومنتخب عنده شخصيه، خبره، وكيعرف كيفاش يعاقب اي خصم يفقد التركيز. الارجنتينيين حتى هما داروا اجواء كبيره، لي فان جاو لكانساس باش يشوفوا ميسي، والفندق ديال الارجنتين ولا نقطه جذب للجماهير، خصوصا ان هذا المونديال ممكن يكون اخر مونديال يلعب فيه ميسي. يعني الجزائر ماشي داخله غير ضد منتخب عادي، هذا الماتش خاصو بروده الدم، تنظيم، صبر، وماشي حماس خارج السيطره. حيت الا اللاعب دخل الماتش وهو حاس ان كل شيء مضخم وكل شيء شاعل وكل شيء كيهضر على الجمهور والشرطه والمناوشات، راه الضغط يقدر يكون ضدك ماشي معك. الجمهور خاصو يكون قوه للمنتخب، ماشي حمل فوق كتافه. باش ما نكونوش ظالمين، ماشي كل الجمهور الجزائري دار مشاكل، لا، كاين الاف ديال الناس خرجوا غير باش يشجعوا، يغنيوا، ويعيشوا اللحظه ديال رجوع منتخبهم للمونديال، وهذا شيء جميل ومفهوم. ولكن في زمن السوشيال ميديا لقطه وحده ديال التدافع ولا مناوشه كتغطي على الاف ديال الناس اللي كانوا محترمين. وهذا هو الدرس. الجمهور الكبير ماشي غير اللي كيعمر الشارع، الجمهور الكبير هو اللي كيعرف الوقت ديال الغناء، والوقت ديال الصمت، والوقت اللي يدفع فيه المنتخب ديالو بلا ما يزيد عليه الضغط. الخلاصه، المغرب ضد البرازيل عطانا نموذج، اجواء كبيره، جمهور حاضر، ولكن المنتخب هو اللي يضرب في التيران. مصر والسعوديه وايران عطاو نماذج ديال منتخبات عربيه دخلات مركزه، تعادلات وقاتلات حتى النهايه. والجزائر دابا قدام امتحان كبير، واش غادي تحول هذا الحماس للطاقه فوق التيران، ولا غادي تبقى السوشيال ميديا كتهضر على البلبله قبل النتيجه؟ حيت ضد الارجنتين ما كافيش تكون الجماهير شاعله، خاص المنتخب يكون حاضر، مركز، ورجليه في الارض. والا بغات الجزائر دير مفاجاه، خاصها تلعب بعقل المغرب ضد البرازيل، شجاعه، تنظيم، وبروده الدم، ماشي غير ضجيج قبل الصافره.